دمار كبير لحق بالمنشآت الصناعية في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. استهداف عن سبق إصرار وترصد طال هذه المصانع، ومنها مصنع العودة للبسكويت أحد أكبر المصانع في القطاع، بعد قصفه بقذائف الدبابات التي كانت متمركزة على الحدود الشرقية وأوقعت خسائر كبيرة قدرت بملايين الدولارات. الخسائر طبعا زي ما انت حضرتك شايف، الخسائر كثير كبيرة. في عنا مصانع كاملة تدمرت، خطوط انتاج كاملة زي الايس كريم والشيبسي المارشميلو، المخازن المواد الخام، مخازن المواد الجاهزة، المبنى، كل شيء تقريبا، شبكة الكهرباء، شبكة المياه، التليفونات، كل الدمار بشكل كامل. طبعا الخسائر تجاوزت أكثر من 25 مليون دولار في داخل مصانع العودة. خبراء اقتصاديون حذروا من آثار سلبية وخطيرة على القطاع الاقتصادي المدمر أصلا في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 8 سنوات قبل وبعد العدوان. آثار سلبية وكبيرة على مستوى الاقتصاد الفلسطيني. أولا سيكون هناك معدلات بطالة مرتفعة، بل ومرتفعة جدا، قد تصل من 60 إلى 80% في أوساط الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى انخفاض في معدلات الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الآن إلى انخفاض معدلات الناتج القومي بمعدل 40% لحتى هذه اللحظة. ومن المتوقع إذا استمرت هذه الأحوال بهذه الدرجة وتأخر الإعمار وتأخر التصنيع، سيؤدي ذلك إلى إشكالات كبيرة في هذا المجال.